الأهلي بيتعادل 1-1 مع يانج أفريكانز في ماتش غريب. ماتش يعتبر يعني الأهلي بدأ بتشكيل يعتبر مش كويس. إنك تبدأ يعني أنت عندك بره بن شرقي، عندك حسين الشحات، عندك كذا أوبشن، وتلعب بطاهر اللي هو كان مبوظ النهاردة التشكيل خالص يعني. وبرضه حتة الاتنين بتاعت نص الملعب، الاتنين اللي بيلعبوا نفس المركز اللي هو ستة، انك تلعب بديانجو ومروان برضه كانت مبوظة الدنيا. وحسيت النهاردة ان مروان يعني عنده اجهاد يعني وكده، او بسبب لعب الماتشات كتير يعتبر مروان اللاعب الوحيد اللي ما بيريحش عامة. ف... فانت كنت محتاج انك تبدأ بشكل مغاير للماتشات التانية، تبدأ بين رمضان، تبدأ بخط النص يبقى هجومي اكتر من كده. تبدأ بتشكيل يبقى هجوم أكتر من كده. أنت ما كانش عندك حد في قدام قوي، لا يعتبر يعني. كان زيزو أحيانا، وكان تريزيجيه معظم الوقت هو اللي بيعمل الفرص يعني، وبيحاول يعمل حاجة. المهم الشوط الأول كان يعتبر خطورة من ناحية يانج أفريكانز، والأهلي كان بياخد الكرة اللي هم ما بيعملش بيها هجمات خطيرة اللي هي. وكان في كذا كرة شوبير يعني صدها كويس لحد ما تيجي غلطة من خط النص بتاعنا. كرة تتلعب في ظهر مروان وديانج، تيجي جون. يعتبر دي الكرة اللي أنا شايفها يعني الغلطة الوحيدة اللي الاتنين دول كانوا عاملين ماتش كويس. بس انت يعني هو باين اصلا الارهاق على مروان يعني وكده، انت محتاج تريحه الفترة الجاية، محتاج انك مثلا تلعب بستة وتمانية، يبقى في تنوع، مش كل الاتنين يعني تلعب باتنين ستة، بتبقى ساعات بتبقى رخم. المهم الاهلي فضل في الشوط التاني، فضل نزل ضاغط، نزل اللي هو عايز يجيب جون، لحد ما قدر يجيب جون عن طريق ديانج باسيست كده من تريزيجيه في الزحمه، نكشها له قام ديانج قام شايط على طول. يا اسطى فالنسيا ايه يا اسطى، خليك معايا. بجد كان جون كويس، جون مميز. الاهلي يعني خرج بنقطه، في ظل برضو الحكم كان النهارده مش فاهم ايه الحكام دي يعني، مش عايز يعمل لنا لا تبديل ولا عايز يعمل اي حاجه في صباح الفل يعني. نقطة مهمة، الأهلي 8 نقط، يعني محتاج فوز في أي ماتش من الماتشين يبقى خلاص كده أنت اتأهلت. بس بإذن الله نكسب الماتش الجاي عشان تبقى اتأهلت يعني، يعني بدري بدري كده إيه تريح الدنيا. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي. والأهلي برضه أعلن النهاردة عن صفقة المهاجم كامويش، فأتمنى اللي هو يبقى مهاجم كويس، أتمنى يبقى إضافة ونقفل حتة بقى المهاجم الأجنبي دي، عشان الواحد يعني زهق بجد. السلام عليكم.